السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات. تنبغي بعد اول حاجه نعزيكم ونعزي راسي في الشباب ديالنا اللي فحال الورد اللي ماتوا، لان البارح السيد رئيس الحكومه فاش كان كيهضر، لانني بزاف ديال منكم في الفيديو قالوا لي الاخت غزلان راه اللي ماتوا مواطنين ماشي رجال امن، راه حتى رجال الامن مواطنين. ما علينا. السيد البارح السيد رئيس الحكومه فتحتي معنا مجال النقاش وقلتي بغيتي تحاور معنا، حنا تحاورنا معك السيد رئيس الحكومه والفيديو ديالنا راه وصل لكم وحنا هذا الشيء عرفناه. السؤال الثاني المطروح، انت ما رديتيش علينا السيد رئيس الحكومه ولا ما بغيتيش ترد علينا حنا؟ لان كاينه واحد النقطه انا البارح ما طرقتش ليها، بغيت نطرق ليها دابا السيد رئيس الحكومه، وكنتمنى من ساعتكم انكم تفهمونا. ساعتكم خرجتوا البارح قلتوا انكم نتوما تتفاهمون مطالب الشعب المغربي وبغيتوا تدخلوا معنا في لغه حوار، هذا شيء جيد وحنا قلناه البارح وغنعاودوا نقولوه اليوم. السيد رئيس الحكومه ساعتكم نسيتوا انكم نتوما معتقلين زباله ديال الشباب عندكم في السيلونات، كاين اللي تحول لعكاشه واللي ما تحولوش لعكاشه. السيد رئيس الحكومه وبغاو يخرجوا خصهم يخلصوا كفاله، الكفاله القيمه ديالها 4000 5000 درهم. واش كتضحكوا على الوقت؟ السيد رئيس الحكومه تحاوروا مع دوك الشباب اللي عندكم شادينهم، خرجوهم وحطوهم في واحد القاعه كبيره وتحاوروا معاهم هما. علاش غتخرج عندنا حنا تقول لنا باغي نتحاور معاكم؟ الشباب اللي خرج في الاول باغي يتحاور مع سيادتكم راكم احتاجتوهم مشو تحاوروا معاهم هما الاولين، عاد خرجوا عندنا حنا. باش انت شاد ليا ما يقارب 200 شاب محتاجو في السيلونات، وكاين اللي تحول لعكاشه وفي السجون، اللي بغى يخرج خصو يخلص كفاله ما يبان 4000 5000 درهم. علاش؟ باش نصلحوا بها الممتلكات اللي خربات في البلاد. الله ودي، انا مواطنه مغربيه ما عايرتكم ما قللت عليكم نحيا. السيد رئيس الحكومه كنناقش معكم، انت قلتي بغيتي تناقش، حنا كنناقشوا معكم السيد رئيس الحكومه. فما تجيش تضحك على الشعب المغربي، انت معتقلين اولادنا تما جالسين كدوزوا عليهم العذاب وما هضرتيش. ونزيدك السيد رئيس الحكومه واحد الحاجه، انت كتعتبرنا حنا، انا ماشي كندير الفتنه، من يعتقدون انني اشن الفتنه، انا مواطنه مغربيه متضرره والضرر باقي واصل ليا لدابا حتى لهنايا. انا لا اشعل الفتنه، انا كنتكلم على حقوقنا اللي في واحد الوقت ما كانش عندنا الحق نهضروا عليهم. هذه نقطه. باش انت السيد رئيس الحكومه البارح تجي تقول 17 شرطي ولا ما عرفت شحال من شرطي تهرس ولا تدقدق ولا تفرشخ، وتقول 3 ماتوا وتدوز على ديك 3 ماتوا. سيد رئيس الحكومه انت قبل ما تقول دوك 3 ماتوا كان خصك تعزي الشعب المغربي في دوك 3 اللي قلتي ماتوا. هذه اول مساله. ثاني مساله، ما تدوش عليهم بحال 3 ماتوا 3 الحشرات ماتوا. كيفاش 3 ماتوا؟ 3 ماتوا، قول لنا بعدا دوك 3 واش هما رجال الامن ومواطنين؟ حنا عارفينهم مواطنين، ولكن انت للتنويه باش تنوه على العالم، رجال الامن 17 تهرسوا دقدقوا و3 ماتوا. كيفاش 3 ماتوا؟ شكون هاد 3 اللي ماتوا؟ كيفاش ماتوا؟ علاش ماتوا؟ شكون اللي قتل هاد 3 اللي ماتوا؟ لا ما نهضروش عليهم، صافي 3 ماتوا 7 دقدقوا 17. هادشي اللي قلت لكم انا ايها المواطنون المغاربه، هما صيفطوا دوك المتمردين ولا دوك المخربين باش يضموهم المتظاهرين. حنا ما كنقبلوش هادشي، انا قلتوها امس واكررها اليوم. سيد رئيس الحكومه نحن نطلب من سيادتكم الاستقاله من المنصب، هذا ان لم تكونوا ترغبون في المحاسبه، لاننا نحن لحد الان انا كغزال اطلب من سعادتكم الاستقاله. حنا قفلنا مع سيادتكم باب النقاش، ما بغيناش نناقشوا مع سيادتكم. النقاش الوحيد اللي كاين هو هذا. هل انت تستهزئ بالشعب المغربي حينما تقول انا افتح باب للحوار بعد اسبوع من الحرب والقربله الكحله، وزائد ان هناك شباب محتجزين باقيين ما طلقتوش السراح ديالهم، خصهم 3000 و4000 درهم و5000 درهم باش يخرجوا، جاي عند دوك اللي باقيين برا تضحك عليهم وتطنز عليهم، تتقول لنا حنا بغينا نتحاوروا معكم. حنا ما بقيناش كنتيقوا في الحكومه ديالكم السيد رئيس الحكومه، حنا ما بقيناش كنتيقوا في قبه البرلمان، حنا ما بقيناش كنتيقوا في السياسيين. نحن اليوم جيل فقد الثقه في السياسيين بصفه عامه، وهذا الكلام قالوا سيدنا شحال هذه، قال بها بصريح العباره، الى انا ما بقيتش كنتيق في السياسيين فماذا تركوا للمغاربه؟ حنا ما بقيناش كنتيقوا في سيادتكم، حنا ما بقيناش كنتيقوا في سيادتكم. باش تجي دابا تقول لنا حنا غادي نبداو الاصلاح. السيد رئيس الحكومه انتم 4 سنين هادو انتم في المنصب ديالكم ما صلحتوا والو، انتم 4 سنين هادو انتم جالسين كتهرسوا الركابي للفقير، زيد في الدقيق، زيد في السكر، زيد في الزيت، زيد في البوطه، خرب المستشفيات. المستشفيات كاينين، حنا ما قلناش المستشفيات كاينين. شكون اللي غيخدم في دوك المستشفيات؟ المستشفيات كاينين بحال شي خرابه مهجوره، لا دكاتره لا تاطير طبي لا فرامليه. الارجونس كتدخل عندنا حنا في المغرب ارجونس خاويه، الارجونس كبيره ومسوينه ومبنيه ولكن خاويه، ما فيهاش اكسجين، ما فيهاش دم، ما فيهاش برا، ما فيهاش خيط، ما فيهاش طبيب، ما فيهاش فرمليه، ولا الفرمليه كتلقى ناعسه. هذا الهراء. المدارس كاينين المدارس، ولكن حنا راه ماشي باوزباكستان ولا الهند، نحن المغرب، حنا ما بقيناش باغيين ديك جوده
الرديئه اللي كتعلمونا. نهار خرجوا الطلبه ديال كليه الطب قالوا لكم نتوما كتعلمونا جوده التعليم رديئه، ما تقبلتوهاش. عندك السيد رئيس الحكومه يصحاب لكم الانتفاضه وقعت لهم، نحن ننتفض منذ اجل بعيد ولكن انتم لا تستمعون. الشباب المغربي والمواطن المغربي ينتفض منذ ان جلستم على الكرسي. كل يوم ينتفض الشعب المغربي، كل يوم يشتكي الشعب المغربي، كل يوم ينتفض. الناس ديال الحوز، الناس ديال اللي ضربهم الزلزال، الناس الجبال، كلنا ننتفض. طلبه الطب، الاساتذه، هذوك ما شفتوش دوك الانتفاضات اللي انتفضوا؟ هذاك الشيء ما بالكمش؟ حتى دابا عاد جايين تحاسبون المغاربه على انتفاضاتهم التي اصلا من الاساس كانت انتفاضه سلميه، وانتم من دسستم المخربين. الا على ما سمعت انهم تلقاو 17 مخرب وسط الناس اللي تخربوا في انزكان هم اصلا ليسوا بمغاربه. خصكم تنزلوا لنا بتصريح توضحوا لنا، حنا بغينا نعرفوا شكون هما هاد المخربين. هذه مساله. من مساله اخرى ما غنبقاش كنخاطبك دابا، انا كنهضر مع الشعب المغربي. اخواتي المغاربه، السياسه المغربيه ولا السياسه ديال اي دوله في العالم تقول الا انت مشيتي تهجمتي على مغفر ديال الشرطه فانت تتهجم على تكيه عسكريه، غادي يقتلوك. فديك البساله ديالكم نتوما دوك البراج سيروا جمعوا راسكم، راه ماشي هكا غادي تحلوا لنا المشاكل ديال البلاد، ماشي بهذه الطريقه. الشباب العنف كيولد العنف. الشباب احنا ترزينا في 3. هل تريدون الاستمرار؟ راه انا فاش كنقول لهم ما تشدوا ولادكم كنقول لهم شدوا ولادكم دوك الولاد اللي ما عندهمش نضج سياسي، ما عارفينش ما هي المظاهره، ما عارفينش المطالبه بالحقوق. هذاك الانسان هو غادي يشعل العافيه لانه وصلت فيه مسكين لهنايا صافي طاب، ما قراتو دوله، ما صرفات عليه، ما استثمرات فيه، ما والو. ولكن الدراري، انا اللي تنهضر معكم، انا مواطنه مغربيه بنت الشعب من القاع. الدراري سمعوني مزيان اش غادي نقول لكم. انا واحد الانسانه تعرضت للتحرش في مركز حمايه الطفوله، وتعرضت للاغتصاب بعد خروج مركز حمايه الطفوله. تحت داكشي اللي عشتوه نتوما الشباب عشتو حتى انا الجينيراسيون ديالكم. انا عشت القهره اللي عشتوها نتوما، انا عشراني كلهم كانوا دراري. انا الهيبيه التريبيه اللي كنت كنضل هازه صاك باطاج وكنت سير المغرب كامل. انا بنت الشعب، انا عندي الحق نهضر. الدراري هادشي اللي كديروا راه ما غادي يبدل والو. هادشي اللي كديروا غادي غير تقلبوا علينا الطابله. تكالماو دراري، تهدنوا. شنو هي صاحبي هاجم لي على البوست ديال البوليس؟ دراري راه تاني ما شوفوا، تاني ما تحيدوش المخزن كاع الهيبه. حنا انا شخصيا نعلت وطالبت محاسبه رجال الامن اللي تهجموا على السيدات وعلى الامهات وعلى الاطفال وهانوا كرامه المواطن المغربي في الايام الاولى والثانيه والثالثه حينما كانت المظاهرات سلميه. نعم، وبانت صور رجال الامن في مقاطع فيديو. انا كمغربيه اطالب بالمحاسبه ديالهم، ولكن ماشي كاع رجال الامن فاسدين. شوفوا راه ماشي كاع رجال الامن فاسدين. الله يجازيكم بخير. كما شفنا رجال امن فاسدين كيعنفوا وكيهينوا المواطن المغربي، شفنا كذلك رجال الامن كيتعاملوا مع المواطن المغربي بكل كرامه. فباش تجي انت ما تجوش تجمعوا كاع رجال الامن وتمشي تهجم لي على المغفر ديال الشرطه وتبداو تجمعوا على رجال الامن وتضربوا فيهم. ما تبقاوش ديروا ديك الجهد القاطع. صافي هذا بوليسي نضربوه بحال اللي كيديروا بعض رجال الامن ما بالهم شي دري كيضربوه. هذا كيبين المستوى الانحطاطي ديال الامن في المغرب. ما تبينوش على المستوى الانحطاطي ديال المواطن المغربي يا صاحبي. خليهم هما يبينوا، خليهم يهمشونا، خليهم يضربونا، خليهم يعتقلونا بطرق غير انسانيه. خليهم هما كيبينوا للعالم ان الجهاز الامني ديالهم يا اما فيه فساد يا اما ما قادرينش يتحكموا فيه. ولكن فاش انت كترد العنف بعنف اكبر منه، فهنا توضح ان الشعب المغربي شعب جاهل. الشعب المغربي شعب ما عندوش لغه حوار. الشعب المغربي عنده لغه الجهل. حنا ماشي هذيك الدوله اللي باغيين نتقلدوها. نضال. نحن شعب نؤمن بالوطنيه ديالنا، نؤمن ببلادنا. راه دائما اقولها واكررها، يا اخي لنموت نحن ويعيش هذا الوطن. ماتوا جدودنا حنا على قبل هذا الوطن، علاش حنا ما نموتوش عليه؟ ما فهمتش انا. راه كاين الانسان في حياته كيعيش على جوج حوايج، وهذا الشيء انا اؤمن به حتى تربى فيا من الداخل وانا صغيره. يا الوطن يا الولاد، يا البلاد يا الولاد. هاد الجوج اللي غتموت عليه بالكلب اللي ولدك. هادو الوطن والبلد سدات مادام ما كايناش شي حاجه اخرى. فانت فاش كتجي كتريب لي انا الوطن وكتشعل فيه العافيه البروش اللي قالها لك اصاحبي جمعوا معايا راسكم، راك انت ما كتريبش لي الممتلكات ديال رئيس الحكومه. رئيس الحكومه راه شاري الفيلال وشاري القران كحله معرض انت راه كتاكل في خوك المواطن. هذيك 5000 درهم و 4000 درهم اللي طالبينها من الدراري باش يخرجوا، قال لك اسيدي باش نصلحوا التخريبات.
جمعوا راسكم معنا الدراري وترجلوا معنا، كونوا رجال الدراري، كونوا رجال، بينوا للعالم ان حنا شعب واعي. خليهم هما يبينوا ضعف الجهاز الامني ديالهم، حنا ما عندناش مشكل. اثبتوا للعالم ان الشباب المغاربه اليوم هم شعب واعي. انا ما قراتنيش الدوله، انا ما قراتنيش الدوله، انا انسانه كبرتيتي ما خصات عليا الدوله حتى 6 دريال. خرجت من مركز حمايه الطفوله لقيت زنطه ما قارياش، ولكن انا انسانه حاولت نثقف نفسي بنفسي. حاولوا انكم تكونوا واعي، لان الوعي ما كيجيش من نبقى نقرا التحضيري والثاني والثالث والرابع والخامس ونشد الاجازه. الوعي دائما ينبع من هنا، من عندنا. كونوا شعب واعي من الداخل. والناس اللي انا ما عاجباهمش كيقولوا لي شكون انت باش تهضري، انا مواطنه مغربيه. واللي كيقولوا انت خارجه عايشه برا البلاد علاش كتهضري، لانني ان تكلمت وانا في البلاد ما كنتيش غتشوف هذا المقطع الرابع نازل ليا. هذه مساله. ثالث مساله، ان كنت اعيش في مستوى جيد في بلدي ما كنتش غادا نهاجر لبلادات الناس ونعيش مدلوله. ودوك اللي كيقولوا لي انت مدلوله سيري فكي مشاكلك مع راجلك التركي كيضل يضرب فيكم مدلوله جالسه معاه، لان ما عنديش وطن نرجع ليه. لان انا الانسان الا رجعت مطلقه ب3 اولاد الدوله ما غاديش تدعمني وما غاديش تدعم ولادي، لانني انا فاش كنت. السلام عليكم خوتي المغاربه.